بمناسبة الدخول الاجتماعي لسنة 2024-2025 اتخذت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران جملة من التدابير والإجراءات الأمنية لإنجاح هذا الموعد الدراسي، بتحضير الوسائل المادية والبشرية من الفرق الإقليمية، سرية أمن الطرقات، وكذا أفراد فرقة حماية الأحداث، من خلال برمجة دوريات لتوفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التربوية بجميع أطوارها، خاصة في الفترة الصباحية والمسائية التي تصادف دخول وخروج التلاميذ من المدارس، بالتنسيق مع جمعية الفاعلة في ميدان أمن الطرقات وكذا الشركاء الاجتماعيين الفاعلين. تم تنظيم حملات تحسيسية توعوية من طرف أفراد فرقة حماية الأحداث حول السلامة المرورية والمخاطر التي يتعرضون لها التلاميذ التي ترافقهم طيلة الموسم الدراسي. لحماية أبنائنا المتمدرسين وضعت قيادة الدرك الوطني الخط الأخضر المجاني 1055 تحت تصرف كافة المواطنين للاتصال والتبليغ عن أي طارئ يمس سلامتهم وسلامة أبنائهم.